الجزر المسلوق في الخلاط، عمري في حياتي ما كنت اتخيل النتيجه دي. جبت كده معايا 4 حبات من الجزر، وببدا اغسل الجزر طبعا واقشره بالشكل ده، وهبدا بعد كده اقطعه كده معايا قطع عشان طبعا احنا عايزين نسلقه معانا. هقطعه كده معايا حلقات صغيره عشان يتسلق معايا بسرعه. ضفته كده في ميه مغليه ورفعته يتسلق على النار، وحبه الميه اللي بيتبقوا في الاخر دول ما ندلقهمش لان فيهم الفايده كلها بتاعه الجزر. هناخد الجزر بالميه بتاعته نحطه كده معانا في الخلاط، وهنستخدم معانا 200 جرام من الشوكولاته الخام سواء بالحليب او الدارك، براحتك خالص على حسب ما تحبي. وضفت عليهم معلقتين زيت، بس للاسف المقطع ده ما ظهرش معايا. وبعد ما سيحت الشوكولاته على حمام مائي ضفتها كده على الجزر، وهبدا اضربهم في الخلاط بحيث القوام ينعم معايا تماما. وبعد كده هنبدا نصبها في القوالب، وكده الوصفه بتاعتنا خلصت. شايفين السهوله ما شاء الله؟ يا دوب على الوش كده رشه مكسرات او فلفل سوداني، بجد رهيبه، حلوه قوي قوي، وطعم الجزر مش باين فيها. لو اولادك ما بياكلوش الجزر، الوصفه دي مغذيه وحلوه جدا، وطعم الجزر مش واضح فيها خالص لو هم حتى مش بيحبوه. طبعا الوصفه دي يا جماعه مش من اختراعي، دي منتشره على قناه اجنبيه، وقلت لازم اجربها لكم، وانتوا كمان لازم تجربوها لان بجد حلوه قوي قوي. وشيروا الفيديو ده لانه يستحق.